بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين من كافة أنحاء العالم والوطن العربي وجمهورية مصر العربية، معكم محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب، حيث تجمع مباراة في نصف نهائي كأس العالم للأندية النسخة 21 التي تقام بأمريكا ما بين فريق باريس سان جيرمان وريال مدريد بعد فوز باريس سان جيرمان على البافاري الماكينات الألمانية ب2-0. وفريق باريس سان جيرمان اطرد منه لاعبين في الدقيقة 81 أو في الدقيقة 92 من عمر المباراة، حيث أيضا فاز ريال مدريد على فريق بروسيا دورتموند ب3 أهداف لهدف في نفس الدور ربع النهائي من دوري كأس العالم للأندية المقام في أمريكا النسخة 21 في عام 2025. أتمنى التوفيق لنادي باريس أمام نادي ريال مدريد، وأتمنى التوفيق لفلومينينزي أمام نادي تشيلسي مباراة نصف النهائي كأس العالم للأندية بأمريكا. وتحياتي للويس هريكي وكاتبة نادي باريس سان جيرمان، وهارد لك لستيفن كومباني مدرب نادي الباير، وألف مبروك لنادي ريال مدريد وكاتبة تشابي ألونسو ونجوم ريال مدريد، وهارد لك لكوفازيتش مدرب نادي بروسيا دورتموند الألماني المدرب الكرواتي. وتحياتي لجميع الفرق، وأتمنى التوفيق لنادي فلومينينزي البرازيلي أمام نادي تشيلسي الإنجليزي. وتحياتي لجميع الفرق التي غادرت البطولة، الباير وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس وجميع الفرق. وتحياتي لجميع الفرق التي شاركت في دور المجموعات ودور ال16. وتحياتي لجميع الفرق، تحياتي للأهلاوية وجماهير النادي الأهلي وعشاق الكرة المصرية، وتحياتي لجميع الجماهير الأهلي، وتحياتي لنادي الترجي التونسي الشقيق التونسي، وتحياتي للعين الإماراتي، وتحياتي لنادي الهلال السعودي الزعيم آسيا، وتحياتي لصن داونز من جنوب أفريقيا، وتحياتي لجميع الفرق الأوروبية والأفريقية، وتحياتي لجميع الفرق من أمريكا اللاتينية، بوكا جونيورز وبوتافوجو وفلامينجو وكل الأندية التي شاركت في كأس العالم النسخة 21 لسنة 2025. وتحياتي لجميع الفرق الأوروبية والعربية. محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب. واللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، واللهم احفظ مصر وأهل مصر من كل شر من كل سوء. وتحياتي للجميع.